السلام عليكم الخوت. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا نقاط القوه والضعف ديال منتخب هولندا. كنشوف بزاف ديال الناس في السوشيال ميديا كلشي خايف من هولندا. اي فرقه عندها نقاط قوه راه عندها نقاط ضعف، اذا حنا نركزوا على نقاط القوه ديالنا هما الاولين ونلعبوا على نقاط الضعف ديالهم وغادي تكون النتيجه ان شاء الله. السلام عليكم، تحيه طيبه، مرحبا بكم الاخوه والاخوات في الحلقه ديال اليوم، في اللايف ديال اليوم اللي حان الموعد باش نهضروا على المنتخب ديال هولندا. المنتخب ديال الطاوحين، الفرقه اللي ما ساهلاش، اللي غادي نلعبوا معاها الدور 32، الدور اللي غادي يكون صعيب بزاف عندنا. تقريبا اصعب مواجهه كاين في كاس العالم في الدور 32 هي اللي طحنا فيها، ولكن معليش قادين بها باذن الله. تايقين في الرجال، تايقين في اللعابه اللي عندنا، تايقين في الطاقم اللي عندنا باش يديروا ان شاء الله ماتش اللي كبير، ماتش ما يكون سهل، ماتش خصو الايمان بانك غادي تدوز من دقيقه واحد احتساف للاربيط الثلاثه التصفيرات الاخرين. التركيز يكون كامل من دقيقه واحد، وكذلك الكولين بريك حتى هو نكونوا مركزين من اللي ندخلوا منه. ما بين الشوطين خصنا نبقاو مركزين في الاخر وفي البدايه ديال الشوط الثاني. الكولين بريك كذلك ديال الشوط الثاني خصنا نكونوا مركزين. الا اضطرينا نمشيو معاهم الاكسترا تايم نكونوا كذلك مركزين، وفي البيلانتيات اضطرينا ولا قدر الله نمشيو ليهم، اللي وارد جدا في ماتش صعيب بحال هذا ممكن تمشي حتى للاخر حتى البيلانتيات. فخاصنا نبقاو مركزين ومآمنين بالحظوظ ديالنا وبالقدرات ديالنا باش اننا نخرجوا هولندا، وقادرين نخرجوا هولندا وندوزوا ان شاء الله الدور الموالي اللي هو توم النهايه. دابا بزاف من الناس بداو كيجبدوا الفيديوهات القدام ديال التوقعات القدام. هذا هو اللي جاب التوقع ديال الارجنتين قطر انهم داو كاس العالم، هذا كذا هذا كذا. كره كتلعب في المستطيل الاخضر، حتى واحد ما يعطيك شي توقع، كلشي كيعطي التوقع على الورق، ولكن شكون اللي كيحسم هذا التوقع هذا هو المستطيل الاخضر، وحنا تايقين في المغاربه ان شاء الله. بركه الله. هولندا كيفاش كتلعب؟ ما نطولش عليكم بالمقدمات، ناخذوا نقاط قوه، نقاط الضعف، الكره الثابته، داتا، كلشي اللي كيتعلق بهولندا في الحلقه ديال اليوم. فعلى بركه الله حنا في اطار الحديث غادي نمشيو كنهضروا على هولندا. نبداو اول حاجه بالتشكيله وبالوقفه ديالهم في التيران. هي هذه فرقه اللي كتلعب ب 4-3-3 كلاسيكيه، بدلوا كونتر المنتخب ديال اليابان الوقفه ديالهم في الاخر اللي ولات لاعبين ولاو لاعبين 3-4-3، والهدف منهم هما انهم يامنوا الدفاع ديالهم، ولكن رجعت عليهم اليابان. مع كذلك المنتخب ديال السويد والمنتخب ديال تونس مشاو ب 4-3-3، ولكن في الاخر كانوا رجعوا ل 4-4-2 كاري فيها مهاجم حر، ومن موراه رايندرز، ومن موراه جوج ديال اللعابه اللي هو ديونغ وغرافنبرغ. واغلب التشكيله اللي كيدخل بها كومان من البدايه كتدخل مبنيه على 4-3-3. عندهم لعابه اللي نهضروا ونفصلوا في كل لعاب، ونهضروا على الخصائص ديالو، ونهضروا على المقومات ونقاط قوه ونقاط ضعف ديال كل لعاب، ونهضروا على كيفاش كيلعب بهم كومان. الحارس ديالهم اللي كيلعب برجليه مزيان، فان بروخين، لاعب حارس ديال برايتون، كيلعب معاه في نفس الفرقه اللاعب فان هيك، اللاعب اللي حاليا عنده ارقام اللي واعره بزاف. حاليا هو اكثر لاعب في هذه المسابقه ديال كاس العالم، حاليا عنده باسات للثلث الاخير صحاح. هو هذا لاعب اللي بمستوى كبير، اللي غالبا ما غاديش يبقى في برايتون، المستوى ديالو المستوى اللي كبير. رقم واحد حاليا في كاس العالم اللي موصل الكره للثلث الاخير من الملعب. هذا واعر لاعب متبوع بكوباسي، متبوع باللاعب ديال تركيا لعبوا مزيان، وكذلك فان دايك. هنا كنشوفوا جوج لعابه ديال لاك سونترال ديال المنتخب ديال هولندا كلاسيين مع الخمسه الاولين في هذا كاس العالم من اللعابه اللي كيوصلوا الكره للثلث الاخير. هنا كنهضروا على ايش؟ كنهضروا على الجوده ديال هاد اللاعبين هادو في العمليه ديال البناء من الخلف، اللعابه اللي مزيانين ومزيانين بزاف، خصنا نردوا منهم البال ونسدوا عليهم. عندهم دفاع واعر، عندهم دفاع واعر تسمى اللين بريك، مهرسه الضغط، الخط ديال الضغط ديال الفروق، الوقفه ديال الفروق اللي كيلعبوا ضدهم، اللي كتكون واقف وساد عليهم. عندهم لعابه اللي عندهم جوده، كتلقوا لك هذوك الباصات لداخل وكيهرسوا الخط ديال الضغط ديال كل فرقه كيلعبوا معاها. فنكملوا هنايا غادي نهضروا على فان دايك، اللاعب اللي كنعرفوه مزيان، كيلعب في ليفربول، لاعب اللي واعر في الالتحامات الهوائيه، لاعب اللي كيعرف يلعب الكره ويخرجها برجليه، ولكن عنده واحد المشكله ديالاش ديال انه ثقيل. الحاجه وحده اللي مطمئنين بها بعدا هي اننا عندنا الاجنحه دفاع حكيمي ومزراوي، غادي يهنيوك بعدا من هاد الجوج. الدومفريس راه ناضي. نهضروا على لاتيرال الغوش ديالهم اللي عندهم واحد المشكله، ولكن كومان مدرب اللي صلحها. عندهم جوج لعابه اللي التخصص ديالهم والتكوين ديالهم لعابه اللي هما اللعابه ديال لاكس. اللعاب الاول اللي هنايا كان لعاب كوتر المنتخب ديال السويد اللي هو هنايا فان ديفين، لعاب ديال توتنهام، لعاب لي كوايري. غير هو هذا اللعاب هذا التكوين ديالو في الاصل هو لاك سونترال، ولكن من بعد سويتشا ولعبوه في البوست ديال لاتيرال غوش. عاوتاني اللعاب اللي لعب في البلاصه ديالو في اخر ماتش اللي هو اللاعب اكي، اللاعب ديال مان سيتي، حتى هو التكوين ديالو في الاصل اللاعب اللي كيلعب لاك سونترال، ولكن يمكن له لعب بولي فالو، يمكن له يلعب حتى طروا، ولكن ثقيل. نفس الحاجه ممكن تقال على هذا، كيلعب كطروا ولكن ثقيل. ولكن هنا المدرب ديالهم كومان كيخدم بواحد الطريقه ذكيه، كيامن هذا اللاعب هذا ما يطلعش في الخدمات الهجوميه، ولكن بالمقابل كتلقوا اكثر لاعب خطير في العمليه الهجوميه اللي كيخويو ليه الكولوار في خطره، بحال اللي كنديروا حنا بحكيم ومزراوي. مزراوي كنثبتوه ما يطلعش بزاف،
وحكيمي كنطلعوه انه يطلع بزاف يعاوننا في جميع لي الكره هنا كيعاوننا، هنا الكره هنا كيعاوننا، هنا الكره في لاطاك كيعاوننا في لاطاك، اللي هو اللاعب دومفريس. فهذا الطريقه اللي كيلعب بها كومان. الا رجعنا للباسي نيتورك غادي نشوفوا بانه المنتخب ديال هولندا في الوقفه ديالو، شوف معايا هنا في الباسي نيتورك في المعدل ديال الوقفه ديالهم هذه كونتر المنتخب ديال اليابان، واقفين هو بزاف، واقفين في النص ديال التيران شادين الكره. اغلب لي باسات لاحظوا بانهم مبنيين ما بين اللعابه ديال لاكس زائد لاتيرال الغوش ديالهم، بينما اللاعب اللي هنايا عندنا دوفريس رقم 22 ما معنيش مع اللعابه ديال البناء في العمليه ديال بناء الهجمه، كيخليهم وكيزيد. هنا ناخذوا كذلك الباسي نيتوركين، باسي نيتورك كونتر المنتخب ديال السويد، نفس الحاجه، اللعابه ديال لاكس زائد مدعومين بلاتيرال الغوش ديالهم كيبقى قريب، يعني هو اللي كياخذ زمام الامور انه يبني مع اللعابه ديال المحاور. دومفريس في الجهه الاخرى غير معني في العمل ديال الباس، عليه علاش هنايا التكرار ديال لي باس هادوك حلين بزاف، يعني كاين التكرار ديال لي باس بزاف، بينما هو ما واخدش من عندهم بزاف. هو هنا ما واخدش، على العكس هو ملي كيشد كيرجع ليهم وكيطلع كيخوي. نفس الفكره كيديروها اللي كيديروا حنا بحكيمي، كنطلقوه يمشي يلعب، حتى هما كيطلقوا دومفريس يمشي يلعب. الفكره مبنيه في الاساس اللي بانيها هنايا المدرب كومان، وهي ملي تكون الكره عند اللاعبين ديال خط الدفاع في العمليه ديال البناء ديال المنتخب ديال هولندا، كيزيد دومفريس يعاونهم في لاطاك، ولكن ملي تضيع لهم الكره كيخلقوا لك واحد ليكيليبر، واحد التوازن. علاش؟ حيت هذا كيخوي البلاصه الكولوار ديالو، هذه نقطه الضعف ديالو، كيطلع بزاف كيخوي، الظهر ديالو كيبقى خاوي. الا كانوا عندك لعابه رابيد في هذه الجهه تضرب المنتخب ديال هولندا، وهذه نقطه الضعف ديالهم، ضرب المنتخب ديال هولندا بلي كونتر وبلي ترانزيسيون رابيد. هاد اللعاب هذا في المعدل ديال الوقفه ديالهم ملي كتطلع الكره فان هيك كيجليسي كيولي هو اللي مكوفري على دومفريس في هذه الجهه، فان دايك كيولي كدور ديال ليبيرو، واللاعب الاخر اللي هو فان ديفين او حتى اكي كيهبط كانهم لاعبين بهذيك الخطه ديال 3-4-3. هذه الفكره ديال كومان بنيه بحال هكا. نكملوا ديونغ اكثر لاعب كيهبط ياخذ الكره من عند اللعابه ديال المحاور، كيدير الدور ديال ريجيستا، لاعب اللي كنعرفوه مزيان على المستوى ديال البناء، مزيان على المستوى ديال تطوير الهجمه كانه روليون، لاعب اللي في المواصفات ديال 6 و8 في ان واحد، عليها المسمى ديال هذا البروفيل ديال هذه اللعابه كيتسمى ريجيستا، ماشي لاعب كاسور بحال اللاعب اللي كيكون بحال كاسيميرو الى اخره. فهذا لاعب مختلف، لاعب اللي كيبني لهم اللعب، كيصبر، كيتقل الهجمه، كيعطلهم، كيشد البالون، كيزيدوا حتى كيخليوك توقف مزيان، عاد كيدوزيو لاطاك ديالهم، ماشي فرقه رابيد في العمليه ديال البناء ويدوزوا دغيا كيعطلوه. في الماتش ديالنا مع البرازيل الا دخل كيفرابي مزيان باليمنيه وكيماركي بها. هذا هو التفصيله ديال المنتخب ديال هولندا، اللعابه ديالهم كيفاش كيلعبوا. نكملوا هنا نهضروا ونطرقوا شي شويه الفيديو باش ما نعطلوش. هنا نمشيو للعمليه ديال البناء ديالهم، كيعتمدوا بزاف على البناء من الخلف. هنا لابوي مخدومه كامله على من على بروبي، كيفاش انه مشى حط الجسم ديالو خداو، كيفاش كملات بنفس الفكره اللي هضرنا عليها. في العمليه ديال البناء لتحت كيخرج ليها دائما بثلاثه 4-3-3 كلاسيكيه وكيتحركوا. ديونغ اكثر لعاب كيعتمدوا عليه في العمليه ديال البناء. شو دومفريس ديما كيعاونهم في الهجوم، وهذه هي خدمته. لافونتاج اللي عندنا هنايا هو نستغل هاد الجهه ديالو في الهجوم، وجاي الجهه ديالو مزراوي راه يدير مزيانه الدعوه. الكولوار خوا غادا دوز وتكمل في اليمين نفس الفكره، بروميير ميطون دوزيام ميطون نفس الفكره. ديونغ من اللعابه اللي كياخذوا عنده الكره، مالين غادي تسحب الوايد اريا غادي تفتح، غادي يطلع ليه هنايا دومفريز وتكمل في اليمين كفكره. الا لاحظتوا بزاف ديال الاهداف ديالهم كيتمركاو بالعرضيات، كيلعبوا بها بالتكرار، كيماركيو بها وماركاو بها، نجحوا بها. كانوا خدموا عليها في لي ماتش ديالهم مع ميكو، وكذلك كيخدموا عليها في لونطريمون ديالهم كفكره تحطات نجحوا بها. من المشاكل دابا نهضروا على نقاط قوه هضرنا عليها، دابا نمشيو لنقاط الضعف في اطار الحديث ديال كل حاجه كنفصلوها بوحده. عندهم مشكله وعندهم نقطه الضعف. نقطه الضعف ديالهم بانت كونتر اليابان. اول مشكله كيعانيو منها هي الا سديتي لهم على بالتناوب على ديون كيوحلوا، وملي كيوحلوا كيبداو كيرتجلوا وكيغلطوا، وهنا كتمشي لهم الكره وكترجع انت في العمليه ديال الاستحواذ، كترجع للعمليه ديال الحيازه، انت اللي كتاخذ لهم البالون كتحكمهم. هنا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش اليابان سدات لهم بلوك ميديون 4-4-2، والتناوب ديال المهاجمين بجوج اوضا وكذلك ميادا على اللاعب اللي كيبني لهم اللعب ديونغ. شوف معايا المعاناه اللي توصل ليها هولندا هنايا، سادين عليهم لداخل، كيتناوبوا على ديونغ، خلي الكره للعابه ديال المحاور وخلي يلعبوا على العرض ما تشكلش خطوره، ما علم انك خصك تكون مزيان وتوقف مزيان للاعب بروبي اللي كيلعبوا عليه بلابوي. هنا نفس الحاجه، كتسد لهم على ديونغ بالتناوب، كيعيا ما يقلب، ما غاديش ياخذ الكره، ما غاديش توصلوا حيت انت اصلا سد عليه، حتى لا غامروا خداو الريسك وعطاو الكره، تاخذوا وتقلبوا بالترانزيسيون. هذه المشكله اللي عند هولندا اللي ناخذوه منها حتى حنايا ان شاء الله. هنا نمشيو في العمليه الثانيه اللي كيعتمدوا عليها كقوه وكضعف. شنو هي القوه ديالهم؟ هي انهم ملي كتبريسيهم لا ما خداوش الريسك، كيديروا لعاب كمحطه تارجيت بلاير في باس طويل، دوزيام بال كياخذوها، هذه كيلعبوا بها بخابقو، والا ما كانش خابقو هو اللي لاعب في هذا البروجي هذا، كيمشيو ليمن اكثر لعاب حاطينه كخيار اول. البلان بي هو خابقو حيت طويل، ولكن الا ما كانش هو كيكون لعاب في البلاصه ديالو بوربي، كيولي هو البروجي الاول اللي مخدوم عليه هاد اللعيبه ديال لابوي، كتسمى لاعب محطه، نعطيو كره
وملي طيح نمشيو ناخذوها كيلعبوا عليها بزاف. شوف معايا هذه خصنا حنايا شابي رياض عيسى نتشاموا معاه نتحاربوا معاه نموتوا معاه. فهذا اللعاب اللي صعيب هذا كيلعبوا عليه بزاف. الدوزيام بوطو غادي تكمل هذا خصنا نكونوا حاضرين معاه. كيصيد لهم لي فوط بزاف وكيوفر الجسم ديالو باش يعطيهم الكره بلابوي. هذا خصنا نكونوا واعرين معاه وحاضرين معاه سواء بالتناوب ديال عيسى ولا ديال شادي رياض. واهم حاجه الدوزيام بال هي اهم حاجه. ملي طيحوا ياخذوا اصحابه حنا اللي خصنا نسبقوا ليه. فهنا غادي نمشيو ونشوفوا من التحت كيبنيو ولا سديت عليهم عاد كيقلبوا على باس طويل. ديما البريسين كيبدا من الهجوم باش كيضطروا يخسروا الكره. ما سديتيش عليهم كيخرجوها نقيه فرقه اللي كتخرج كره مزيان 4-3-3. بعض المرات كيزيد دومفريس هنايا غير حال باش انه كيقلبوا انهم ياتاكيوك من لي كولوار بجوج. فرقه اللي كتحرك فرقه اللي كتلعب بلا بالون مزيان وكيخلقوا لك المثلثات. التحرك ديالهم فكنعرفوا بلا بالون فرقه اللي رابيد صعيبه كيقلبوا دائما على لي تريونغل في لي كولوار. هنا في الواحد كونتر واحد كيدخل بزاف خاكبو خصنا نكونوا رادين معاه البال كيمشيو كيقلبوا على تريونغل كيفاش كيتحركوا هنايا. في الجهه المعاكسه كيديوك من اليسار وكيصبروا بزاف كيف ما قلت بانه فرقه اللي كتلعب على العرض اكثر ما كتلعب على الطول ديال التيران عكس البرازيل ضربه جوج كيوصلوا هذو كيعطلوها. مالين كيعرف يلعب بظهره اللاعب اللي كان واعر في دورتموند دابا في روما. اكي نفس الفكره على انه كيبقى يعطيهم دعامه ديال اللعابه ديال لاكس ما كيزيدش بزاف. ديونغ من اللعابه اللي هو اللي كيبني لهم العمليه ديال البناء والبقيه غير كيستقبلوا. الا لاحظنا واحد القضيه ديونغ اكثر واحد كيلعبوا عليه هو ديونغ والجناب يقولوا انهم ياخذوها بالدعامه ديال رايندرز وكذلك اللاعب غرافنبرغ نفس الفكره. نفس الفكره كانك كتشوف لقطه معاود ضروري كره دوز على ديونغ ميسي ديالهم. ولكن لا هي بروجي معاود كانك كتشوف الاعاده لا ماشي اعاده هذه لقطه اخرى. نفس الحاجه غادي تمشي في اليمين باللي تريونغل وهنا كيقلبوا بزاف على الكروس واي باش انهم يديروا لك عرضيه الدوزيام بوطو. الا سديتي عليهم ولا كيلعبوا العرضيات بزاف كيلعبوا الباس طويل واربعه كيدخلوا ياخذوها لداخل. فرقه اللي خصك تكون ما ساهيش معاها. ها هي نفس الفكره ديال اللقطه الاخرى كانها اعاده ولكن دابا تبدل البروجي لعبوا الباس لداخل اللاعب مشى مالين في الوقت اللي خدا دومفريس الظهير الايسر ديال الخصم في الوضعيه ديال واحد كونتر واحد وبقات في الدار ديالو المنطقه العمياء مشى فيها مالين خداها. مزراوي خصو يكون راد البال في هذه الحاله هذه في الواحد كونتر واحد وماشي غير مزراوي نائل العناوي بوعدي. اللاعب اللي يمشي في الدار ديال المزراوي خصو يكونوا سباقين ليه وماسكيو بروميير بوطو دوزيام بوطو باش ما تكملش. نفس الفكره كيديروها الماتش كامل كيبقاو يعاودوها الماتش كامل حتى كيحققوا المبتغى ديالهم. وفرقه اللي كتصبر على الكره كتشد البالون. بعد ما شفنا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال هولندا هكا كيلعبوا الماتش كامل 90 دقيقه غادي يبقاو لك هكا نفس ستيل جو. بغينا الاراء ديالكم في التعليقات والتوقعات ديالكم من هذا الماتش هذا. لحد الان مازال ما بان السبع ديال التوقعات ودابا بلا عاطفه خليو لي التوقعات ديالكم في الكومونتير والسلام عليكم.